بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضرتك. زي ما حضراتكم شايفين المطبخ عالي وواطي علشان فيه غسالة فوق اوتوماتيك. ده منظر الحلة من تحت بعد ما قفلتها بأسمنت ولازقها من فوق بكلة ومن الجنب بكلة طبعا، بس من تحت بيبقى فيه مثلا ايه تقفيل خفيف كده بأسمنت لازم تتقفل يعني. المطبخ كان زي ما انا عايز، عالي وواطي. الحوض ده تقريبا 75 في 48 تقريبا، مش فاكر مقاسه. هو تقليد بس حلو. الزاوية بتاعته دوران مخنوق. طبعا قلت قبل كده ان انا بفرزها صح وبخليها ساقطة كلها مش عالية عن الرخامة، وما بلزقها بكلة. بيبقى الاختيار ده الامثل. في اوقات بلزق باسمنت وده عادي يعني، على حسب الحلة اللي انا بقى بركبها، اللي بختار انها تركب او الزقها بكلة ولا باسمنت. اللي غايب عن ناس كتير، محدش يقول لي طبعا ايدك مالها. ده 3 غرز كده في الخفيف، وواحد زي لما بتعور ما عادي يعني، ربنا بييسر كده. لان انا يعني طالع من مصنع الرجال، متعود استحمل. ال- المطبخ كان فيه حاجز ميه، بسم الله ما شاء الله عملته، كنت راضي عنه جدا. الارتفاع ده ان شاء الله يدخل الغسالة بكل سهولة. ودي العتبة، بس الإضاءة كانت مش قد كده. خدت التفريغة عملت منها عتبة، لأن الباب بسم الله ما شاء الله مصفح. العتبة دي بتبقى منظر بس، طبقة واحدة ما فيش تخانات. أظن شايفين الوصلة، بس هي في الحقيقة شكلها الحمد لله طلع جميل، أنا راضي عنها. الباب مصفح زي ما قلت لحضراتكم، وده فكرة جميلة. أحسن ما تعمل باب خشب وتبقى مثلا، يعني أنا مثلا في شقتي اللي هي في المساكن اللي هي التمليك يعني بتاعتي، محطوط باب وبعدين باب حديد. ده في ناس عاملة كده كتير. لا، انا ان شاء الله لو ربنا ييسر الحال كده ممكن اجيب باب مصفح، يبقى اسهل واحسن كتير. باب جميل وشياكة، ما بيحتاجش ما بيخترقش بسهولة. ما حدش عمري ما شفت حد عارف يفش باب مصفح. ده حوض الوش. ده الحوض ارتفاعه كده مثلا 84 او 83 من الارض. عملت حساب الارتفاع. الحوض بجد فكرته حلوة. وقلت برضو ان هو مش بتاع وضوء، وان شاء الله باذن الله يعني الاستاذ محمد فهمني ان الحاجه يعني ساعه الوضوء هتبقى تغسل رجليها في البانيو يعني. بسم الله ما شاء الله الاستاذ محمد استاذ واخ وراجل عزيز على قلبي، هو وصديقه يعني كلهم حبايبي، ناس عشرة عمر، ناس بسم الله ما شاء الله عليهم. يعني يكفي الثقة الزايدة، الثقة اللي يعني بلاقيها على طول من كل الناس اللي تعرفني. بسم الله ما شاء الله عليه، ربنا يعني يبارك له وزوجته وفي زوجته، لأن الشقة دي بتاعتها. الأستاذ محمد اتصل عليا اعمل الشغل كذا اعمل كذا، بس والله الظروف اللي الواحد فيها، الظروف اللي كلنا فيها يعني، خليها الواحد ما يبقاش ليه نفس. يعني أنا قبل ما المستشفى تنضرب بتاعت غزة قلت إن في خسائر هتحصل، وأكتر حاجة ضايقتني إن أنا بطلع صح. يعني حتى في معاملاتي مع الناس لما ببقى متوقع خذلان من حد او تغير من حد او اي حاجة تحصل، سبحان الله ببقى متوقع يعني. عشان ما شد ما اتكلمش في حاجة وخارج السياق، وده العادي بتاعي. الحوض بعد ما فنشته شمعته وظبطت اللي هو حرف الرخامة، ده الشكل النهائي بتاعه. ارجو ان انا ما اكونش طولت، محدش نفسي انه يعمل اي حاجة اصلا، وربنا يعديها على خير.
دمتم في أمان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.